يا فلان انا مش محتاجه حل، انا عايزاك تاخدني في حضنك بس وتطبطب عليا، انا كده ههدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا لكل بنت، وانا كنت اولكم بصراحه الفيديو ده حاسه ان هو هيفرق مع بنات كتير قوي، زي ما كل معلومه فيه فرقت معايا حرفيا. انا والله ما كنت اعرف ولا حرف من اللي انا هقول لكم عليه ده، ولكن يشاء السميع العليم ان انا افهم الدنيا ماشيه فيه ازاي، وامشي على النهج ده او الطريقه دي، فافهم ازاي اعرف اتعامل، ازاي اعرف افهم اللي قدامي، ازاي حاجات كتير قوي قوي قوي. وانتوا عارفين انا مش بستخسر فيكم حاجه، لان انا وانتوا بنات خاله. النهارده الفيديو بتاعنا هقول لك عليه ازاي تفهمي نفسيه وسيكولوجيه الراجل. اصلا نفسيه الراجل مختلفه تماما عن نفسيه الست. سيكولوجيه الراجل او تكوين الراجل مختلف تماما عن تكوين الست. انا ما كنتش اعرف كده زمان، ومحدش بيتولد عارف كل حاجه، ولكن عايزه اقول لك النهارده هعرفك كل حاجه ازاي تفهميها عن الراجل، عشان تعرفي تتعاملي بذكاء معاه. ما تتضايقيش من اي تصرف، ما تتعصبيش، ما تتنرفزيش، ما تاخديش على خاطرك، ما تتعلقيش لاي حد ممكن يقول لك اي كلمه بسيطه او اي كلمه حلوه. غير كده كمان ان شاء الله في فيديو تاني بعد كده هعرفك ازاي تفهمي نفسيه الراجل في العلاقه، اصلا تكوينه في العلاقات بيبقى عامل ازاي. ولكن النهارده خليني اقول لك نفسيه الراجل عموما، تفكيره عموما، طريقته عموما، اسلوبه وكل ده كل ده. فلو انت مهتمه معايا بالفيديو حطي اللايك الجميل، ولو انت اول مره تشوفيني حرفيا هتتبسطي جدا جدا معانا في الفيديو دي. اول حاجه هكلمك فيها وهقول لك عليها قبل ما اقول لك النقط، عايزه اقول لك ان الراجل دايما بيكون مش مفهوم، غامض، مبهم. كل ده لو انت مش فاهمه نفسيته، مش فاهمه اصلا هو بيتعامل ازاي. طيب وانس ان انت فهمتي ده، او بمجرد ما انت فهمتي ده، هتعرفي تتعاملي اصلا بذكاء. فانا جايلك النهارده اقول لك اساسيات تعرفي تعملي بيها مع الراجل، عشان تعرفي تفهمي نفسيته، وعشان تعرفي بعد كده تتعاملي ازاي. يبقى انت في الايام العاديه او في التعاملات العاديه عرفت ان طريقتك واسلوبك وحياتك ازاي. طب في العاطفه او في العلاقات هقول لك برضو ازاي تتعاملي معاه. فاول حاجه معايا خالص وهي ان الراجل بيحب دايما 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 الدعم، دايما الكلام الكويس مش النقد. الراجل دايما 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 بيحب التقدير والكلام الكويس والدعم مش النقد. بمجرد ما بيحس ان فيه نقد، يا اما حاجه من الاتنين، يا اما بيعاملك معامله مش كويسه، يا اما بيبعد عنك ويسيبك، يا اما بينفر منك. دي كلها حاجات كتير قوي من الستات بتعملها وهي مش واخده بالها. وانا كنت كمان عندي خفيل اللي هو ايه، لا الراجل هقول له كذا واقول له كذا وانقده و فهيجيب طريقه عكسيه. لا لا، الراجل لو انت اتكلمتي معاه بالراحه، شكرتي الاول في الحاجات اللي قبل كده، بس في حاجات معينه عايزين نظبطها، ايه رايك، طب ايه وجهه نظرك، طب مش عارفه ايه، ده هيخليه يقرب منك اكتر. الراجل بيكره النقد، بيكره النقد، والله 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 مفيش راجل على مستوى البشريه كلها بتلاقيه بيجي بالنقد خالص خالص. يا اما اصلا بيقول لك اي حاجه وخلاص عشان يكبر دماغه منك، يا اما بيسمع منك من هنا ويخرج من هنا. تمام؟ فاول حاجه معايا خالص ممنوع نقد الراجل. طب يا دينا بيعمل حاجات مش كويسه، طب بيعمل مش عارفه ايه، طب بتجيبيها له بطريقه كويسه، بتجيبيها له بطريقه يعني ما بتبقاش هجوم. دايما محسسيه ان انا جنبك، ان انا في صفك، ان انا معاك، بس عايزين نكون احسن، ان انا مش ضدك، ان انا مش قدامك، انا كتفي في كتفك، انا وراك، انت كلك مميزات حلوه، بس في حاجات بتبقى مش احسن حاجه، وده طبيعي عشان احنا بشر، فطبيعي يكون عندنا عيوب. دايما كده، ودايما تجيبي المثال، ان انا كمان كويسه بس عندي عيوب، انت الله يكون في عونك برضو مستحمل عيوبي، عندك برضو عيوب. عارفه، ما تذميش في نفسك، بس انا وانت زي بعض، مش اللي هو انا احسن ما عنديش عيوب، انا مش عارفه ايه وانت تحت خالص وبسيء جدا والحاجات دي كلها. تمام؟ النقطه اللي بعد كده، وهي كتير قوي من الستات بتشتكي منها بعد الجواز، بعد بقى ما الانبهار بيروح والكلام الحلو بيروح والحاجات اللي هي اللي خلاص بقى خد كل حاجه هو عايزها، يا دينا ما بيعرفش يقول كلام حلو، يا دينا مش عارفه ايه. الموضوع ده له ليميت شويه، يعني لو ما بيعرفش يقول اصلا من الخطوه فالموضوع معاكي صعب. اما لو بطأ يقول فالراجل عنده التعبير شويه مختلف، شويه ان هو لو الكلام الحلو عنده مش احسن حاجه ممكن يعمل لك حاجه، يجيب لك هديه، يعمل لك موقف، يقف جنبك، يساندك، مش عارفه ايه. فالتعبير عنده مختلف، لازم تكوني مستوعبه ده، ولكن عندك تكوني حاسه ايه اللي يرضيكي وايه اللي انت محتاجاه. لو انت حاسه ان الموضوع ده عند الراجل اذيكي ومش مش مكفيكي اصلا، لا بتبعدي عنه لو انت مخطوبه. اما لا انا خلاص اضطريت اتجوز، فانت حاولي تتقبلي طريقه اصلا حبه، حاولي تتقبلي ان هو ما بيعرفش يعبر، حاولي تقولي له بعد كده ان انا بحب قوي منك كلمه وحشتيني، بحب قوي منك كلمه بحبك، بحب مش عارفه ايه، بحب ايه، بحب ايه.
فاهمين قصدي؟ فدي حاجات كلها بتفرق جدا. طيب النقطه اللي بعد كده، الراجل بيحب يكون له مساحته. الراجل عنده بوكس كده فاضي بيقعد فيه كل ما يكون متضايق، كل ما يكون عنده مشكله، كل ما يكون ما عندوش اي حاجه خالص. هو ممكن يمسك ريموت التلفزيون ويقعد يقلب، بس هو لا عارف بيقلب على ايه، ولا ممكن يكون اصلا شايف بيتفرج على ايه، بس اللي هو يعني عارفه اللي هو اللا شيء زون، عارفين انتوا، ولا اللي هو حاجه كده فاضي ما بيفكرش في حاجه. انت ممكن تترجمي ده بيفكر في واحده غيري، ده يا ترى بيفكر في ايه وما بيقوليش، ده تلاقيه طالع سفريه مع اصحابه، ده مش عارف، هو اصلا على الله حكايته، يعني هو على الله وخمسه كمان يعني. تمام. مش هقول لك الرجاله دي طيبه واحنا هنا وغلبانه واحنا اللي شريرين، لا، الراجل ده اصلا ممكن يوديكي كده، عارفه اللي هو ايه، البحر 7 مرات رايح جاي ويرجعك عطشان، ينزلك البحر في نص وتوصلي للغريق ويرجعك من غير ما تتبلي، اللي هو اصلا يحسسك انك نزلتي البحر بقى وخلاص وعمتي وانت اصلا لسه على الشط، او ممكن انت اصلا لسه في اوضتك فوق. تمام. بس انا عايزه اقول لك ان هم محدودين شويه في الحته دي، مش زينا احنا شبكه، احنا بنفكر في 100,000 حاجه، بدليل ان احنا ممكن نقدر نشتغل، نرجع البيت، ننظف، نعمل اكل، ناخد بالنا من الاولاد، نهتم بيه، نعمل احتياجاته، نوفي كل حاجه. 8 حاجات هو ما يعرفش منهم 8 دول، هو ممكن يعمل حاجه واحده يعني، ده لو عملها. تمام. فحته اللا شيء زون دي طبيعي جدا عند كل الرجاله، عند كل الرجاله مش عنده هو بس. تعالي بقى اقول لك نقطه مهمه جدا 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 لكل البنات اللي فاكره نفسها اندبندنت وومن، لكل البنات اللي فاكره ان هي اتربت مع رجاله ولازم الند بالند والعضلات ومش عارفه ايه، لكل الرجال، لكل الستات اللي هي حاسه نفسها مسترجله او ان الدنيا قايمه عليها لوحدها. الراجل الاحترام بالنسبه له في العلاقه هو ده الحب. بتحترمي راجلك، بتقدريه، بتسمعي كلامه، حاضر ونعم، الحاجات دي كلها والله العظيم ده اكتر حاجه تثبت له ان انت بتحبيه. لكن لا، ايه المشكله، ما انا زيك، ما انا بشتغل انا كمان، ترفعي حاجبك، تتكلمي مش عارفه ايه، حرفيا الراجل اصلا بيعبر عن ده ان انت بتحبوش، مهما بقى عملتي مفاجآت وحركات وليله، كل الحاجات دي كلها. تمام. اخر نقطه معانا، ودي حرفيا كل الستات هتامن وتبصم عليها في الكومنتات، وان الراجل عملي اكتر مش عاطفي اكتر. احنا عاطفيين اكتر، بمعنى لو انا بحكي مشكله وعماله اقول واصيح ومش عارفه ايه، هو تلاقيه بيفكر لك في حل، هو عايز يلاقي لك حل، وانت عايزه ياخدك في حضنه ويطبطب عليكي. طب يا دينا ما احنا كده مش هنتفاهم، لا، انت هتفهمي ليه، ما هو انت لو فاهمه نفسيه الراجل هتعرفي تتعاملي. طب اتعامل ازاي يا دينا؟ انا عايزه اقول لك، لو انت في موقف زي ده وانت عماله تحكي وتزعلانه ومعيطه ومش عارفه واعمل طب نعمل كذا، طب نعمل كذا، ببساطه جدا يا فلان انا مش محتاجه حل، انا عايزاك تاخدني في حضنك بس وتطبطب عليا، انا كده ههدى. بمجرد ما انت قلتي له هو بيسمع الكلام، هو مش هيجي اللي هو في دماغه اللي في بالك على طول، لا، قولي له ان انا مش عايزه حل دلوقتي، انا عايزاك تهديني بحضنك وبطبطبتك واديني حنيتك، وانا كده هبقى على العاد. هو اصلا يتفاجئ ايه الطلب البسيط ده، او ايه الطلب الهايف ده، انت بالنسبه لك حاجه كبيره قوي بس هو مش مستوعب ده. تمام. بس كده يا بنات، هو ده كان فيديو النهارده. هحاول بقى بعد كده اقول لك ازاي تعرفي نفسيته وسيكولوجيته في العلاقه الزوجيه، في العلاقه الاسريه، في علاقتك معاه اصلا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.